انا مش بتمرن بقالي كتير، انا بتمرن بقالي حوالي سنه ونص، سنتين، من سنه لسنتين في الرينج ده. الصراحه مش عارف المده دي بالظبط، بس فعلا في الفتره دي الجيم غير حياتي فيها، غير حياتي 180 درجه. واكتر حاجات غير فيها حياتي الحاجات اللي انا اقول لك عليها النهارده، وهم الثلاث حاجات. ففي البداية خالص أنا اسمي خالد ناصر. القناة دي معمولة للناس اللي عندها سكر وحابة تطور شكل جسمها، وبرضو كل فترة بنزل فيديوهات للناس العادية. فلو انت شخص عادي ما عندكش سكر وحابب تبني جسم كويس، القناة ده هتفيدك. لو انت شخص عندك سكر، القناة ده هتفيدك. لو انت شخص عندك سكر وبتتمرن، فدي اكتر قناة هتفيدك على كوكب الارض. ف يلا بينا نبدأ على الفيديو، بلاش كلام كتير، مش هنعمل مونتاج للفيديو كتير. ونبدأ على أول حاجة الجيم غيرها لي في حياتي، وممكن يكون غيرها لك أنت لو أنت بتتمرن، واللي هي الثقة بالنفس. أول حاجة كده الثقة بالنفس. آه أي شخص بيكون رفيع، بالذات رفيع، بالذات لأن أنا كنت رفيع، كنت حوالي 35 كيلو زي ما أنت شايف كده. فأي شخص بيكون رفيع بيكون معدوم الثقة بالنفس، مفيش أي نوع من أنواع الثقة بالنفس. يعني عايزك تفهمني شخص واحد 35 كيلو ولا 45 كيلو إزاي ممكن يكون واثق من نفسه؟ يعني هو لما بيشوف أي حد ماشي في الشارع، ودي ممكن تكون غريزة عند أكتر الرجالة، إن هما لما بيشوفوا شخص يقول لك لو أنا اتشكلت معاه أو دخلت في مشكلة معاه، مين اللي يضرب التاني؟ حتى لو أنا يعني مش هشكل معاه ولا عامل معاه أي مشكلة، بس دايما ممكن شخص يسأل نفسه. يعني الموضوع ده أنا كنت بعمل كده زمان، دلوقتي الحمد لله الموضوع يعني ما عادش موجود. كنت اسال نفسي اي شخص ماشي في الشارع ممكن عادي، ممكن عادي يضربني، ممكن عادي يزعلني، فاهم؟ ما كانش في ثقه في نفسي، كنت بخاف اعدي من قدام الناس، كنت بخاف البس هدوم ضيقه، كنت بخاف من حاجات كتير جدا. كانت الهدوم يعني بضيقها بشكل يخوف يعني. وكنت رفيع، ومش مشكله معايا كده بقى ان انا طويل، انا 180 185 سنتي، يعني طويل جدا. طويل يعني انت ممكن تشوفني دلوقتي ان انا مش ضخم قوي، بس انا في الوقت اللي بكلمك فيه دلوقتي انا حوالي 87 كيلو. عايزك تتخيل انا كنت عامل ازاي زمان، يعني تخيل. فاول حاجه كده الثقه بالنفس. فعلا من اول شهر في الجيم، والله ما بهزر، والله ما بهزر، انا بقيت وانا ماشي في الشارع بقيت حاسس شعور جميل. يعني افهمك، يعني انا كنت مثلا لما مثلا قهوه ولا كافيه اجي اعدي من قدامها، كنت بحس بشعور وحش قبل ما اروح الجيم، والله زي ما بقول لك. لما رحت الجيم بقيت اعدي من قدام اي قهوه اي كافيه، انا حاسس ان انا مبسوط. والله بجد حاسس ان انا مبسوط، رغم ان انا ساعتها ما كنتش واو، بس حاسس ان انا مبسوط، حاسس ان انا واثق من نفسي. فلو انت عندك قله ثقه في النفس بسبب شكل جسمك، اذا كنت تخين رفيع، فاول حاجه كده خش كلمني، ابعت لك دايت بلان وجدول تمرين، ولازم تنزل تتمرن. تمام. سيب لك الانستجرام والواتساب بتاعتي لو عايز تستفسر عن تدريب اونلاين والاستشارات. تمام. فاول حاجه كده الثقه بالنفس، الجيم هيحسنها لك 180 الف مره، مش 180 درجه، 180 مليار الف درجه. الكلام ده عن تجربه، وصدقني صدقني صدقني، اللي مانع ناس كتير ان هم يتطوروا في حياتهم، اذا كان يوصلوا لجسم، اذا كان يعملوا فلوس، ايا كان، ان هم ما عندهمش ثقه في نفسهم. لو انت ما عندكش ثقة في نفسك مش توصل لأي حاجة في الدنيا، لأن انت مش تقدر تعمل جهد يساعدك انك توصل، لأن انت ما انتش شايف نفسك ان انت ممكن توصل. اتمنى تكون فهمتني. وده انت ممكن تكون عديت بيه، وبالذات لو انت مثلا شخص كنت عايز تحقق حاجة وما حققتهاش، ده الشعور اللي بيجي لك اللي انت شايف نفسك ما تستحقش. ده ممكن برضه، يعني انا ساعات بحس الشعور ده، بس برضه بفتكر الحاجات اللي انا حققتها علشان افهم ان الشيء اللي انا حققه عادي جدا ان انا احققه، لان انا حققت غيره. فلازم انت تحقق اي حاجه في حياتك، واسهل حاجه ممكن تحققها، مش اسهل الصراحه بس افضل حاجه ممكن تحققها وما بتتشراش بالفلوس، ان انت تعمل جسم كويس. وخلينا نخش على تاني حاجه، واللي هو الالتزام. ده البعبع بتاع اي شخص عايز يعمل اي حاجه. الجيم علمني الالتزام. بدايه ما بدات احسب سعراتي وابدا اهتم بالبروتين والكارب والفات والكلام ده كله، والله انا في التزام مش طبيعي حصل لي. حصل لي التزام مش طبيعي، لان انت كل يوم بتعمل نفس الحاجه، فالموضوع بيبدا يكون عاده، فبتبدا تستوعب ان اي حاجه انت عايز تبنيها كعاده وكالتزام. يعني انا دلوقتي بحسب السعرات وبدخل اكل صحي وبعمل كل الكلام ده، زي كأن مثلا بصحى من النوم بغسل وشي مثلا، او كأن مثلا يعني مش عارف والله المثل ده حرام ولا حلال، كأني مثلا بصلي. بقى الموضوع عندي عادي، اللي هو انا زي ما بصلي، زي ما باكل اكل صحي، زي ما بحسب سعراتي، زي الموضوع بقى عندي بقى عادي، يعني مش بحس بالانجاز لما بعمله. يعني انت ممكن لو اجى عليك يوم دخلت في السعرات مثلا، لو انت بتتمرن او ايا كان عملت حاجه انت كنت عايز تعملها، هتحس بانجاز. انا ما بقتش احس بالانجاز ده طول ما الموضوع عندي بقى عادي، الموضوع بقى بيتكرر.
عادي جدا عادي جدا عادي جدا، فالموضوع بيبقى مش تقيل على قلبك. فالالتزام فعلا فعلا مش هيغير حياتك في الجيم بس، يعني هو هيجي من الجيم بس هيساعدك في حياتك كلها. عايز تعمل اي حاجه ايا كانت معتمد على الالتزام، ايا كان انت عايز تعمل ايه معتمد على الالتزام. تالت حاجه واخر حاجه في الفيديو، ودي ممكن الشباب بس اللي يفهموها، ممكن ما ادخلش فيها في تفاصيل، واللي هي خلاني ابعد عن حاجات كتير غلط. تمام. خلينا نحسب الحاجات اللي ممكن تكون يعني خلينا نقول لكم مثلا حاجه واحده علشان الفيديو ما يتحذرش يعني. التدخين مثلا، ان الشخص يكون بيدخن او ان هو يشرب حاجات مش كويسه. آه، اكيد انت فاهمني. لما انت بتتمرن بتكون بتحب نفسك وبتحب صحتك. لما انت بتحب نفسك وبتحب صحتك صدقني مش هتشرب اي حاجة من كده. سيبك من 1% اللي بيكون بيشرب سجاير ويكون بيدخن ويكون بيشرب كل حاجة وهو بيتمرن. ده ناس ملناش دعوة بيهم، ودول ناس اساسا بيشربوا قبل ما يتمرنوا. انما لو انت دخلت الجيم فعلا فعلا انت مش هتشرب اي حاجة، مش توصل لاي حاجة من الكلام ده. ليه؟ لان انت بتحب نفسك، عارف قيمة صحتك، وبالذات لو انت مثلا كنت رفيع وعملت فورمة، او كنت تخين وعملت فورمة. فلو انت فعلا تعبت في الشكل اللي انت وصلت له صدقني انت هتحافظ عليه، هتبعد عن كل شيء يبعدك عنه ايا كان بقى الحاجة اللي ممكن تخليك مثلا صحتك مش هتكون افضل حاجة انت تبعد عنها. من غير بقى ما تقول لا ده انا هبعد، لا انت تلاقي نفسك بتبعد عنها كارهها منك لنفسك. هتكون انت كارهها لان انت حابب شكلك، حابب جسمك، حابب صحتك، عارف قيمتها، عارف قيمة ان انت فعلا تكون راجل صحتك كويسة. فخلاني ابعد عن الحاجات الغلط، ومنها منها برضو ده حاجة يعني ان شاء الله مش تحذر الفيديو عادي. الصحاب، انت مثلا ممكن تكون قاعد مع ناس فعلا كل الحاجة اللي هم عايزينها في حياتهم وهدفهم كله في الحياة ان هم يتكلموا مع اكبر عدد من البنات ممكن في العالم. عايزين يتكلموا مع بنات كتير وعايزين يشربوا. تحس كده ان انت عايز تدخل جوه دماغهم تفهم هم بيفكروا ازاي، هم يعني هم ليه عايزين يعملوا كده، واخرة اللي هم بيعملوا ايه. فكل ده كل ده عمره في حياته ما هيعمل معاك حاجه طول ما انت شخص محافظ على صحتك، وانت اساسا مش هتقعد مع ناس زي كده. ولو بتقعد مع ناس زي كده بمجرد ان انت نزلت الجيم هتبدا تقلل قعدتك معاهم وهتقعد مع ناس كويسه. الموضوع ده عن تجربه يعني كنت قاعد مع يجي 50 60 واحد كنت بخرج معاهم. حوالي 10 مثلا او 20 واحد. دلوقتي انا مش بقعد غير مع اتنين او تلاتة. ليه بقى بقعد على اتنين وتلاتة؟ لان هما ناس كويسه، ناس فعلا كويسة، مش بالكترة. فدي حاجة من الحاجات اللي فعلا فعلا هتحسن لك حياتك. في مثل كنت سمعته بيقول لك قول لي مين اصحابك اقول لك مين انت. ان شاء الله اكون قلته صح. ف يعني هيبعدك عن حاجات كتير غلط. فبس كده، عارف ان الفيديو مطولش، وعارف ان الفيديو يكاد يكون مطلعه كده خلاص. انا بتكلم والله عادي، انا كاتب بس انا عايز اوريك التليفون بس لا مش هتبان لان بصور بالكاميرا الاماميه. انا كاتب الثلاث نقط وبس، ما اعرفش انا كاتب بس مجرد رؤوس الاقلام لكل مثلا موضوع. يعني الثلاث موضوعات: اول حاجه الثقه بالنفس، تاني حاجه الالتزام، تالت حاجه هيبعدك عن حاجات كتير غلط. دول ثلاث حاجات حصلت معايا في حاجات كتير جدا جدا، بس دول اكتر ثلاث حاجات بيعاني منهم الناس وانا الحمد لله مش بعاني منهم. الحمد لله بفضل الله. بعاني مثلا ساعات مثلا بعاني من حاجه فيهم، مفيش حد كامل مفيش حد بيرفكت، بس يعني عامه الحمد لله اقل نوعا ما من اكتر الناس اللي بيعانوا من الحاجات دي. فلو انت عندك اي مشكله في الحاجات دي كلها وعايز فعلا حياتك تتحسن، انزل اتمرن، انزل اتمرن، لازم تنزل تتمرن. وبس كده انا خلصت الفيديو. اعمل لايك، اعمل اشتراك لو انت شخص مصاب بالسكر او شخص عادي وحابب انك تدخل مكالمة تسألني عن اي حاجة تخص التمرين او اي حاجة تخص مرض السكر اذا كان نوع اول او نوع تاني، او مثلا عندك مشكلة مثلا كشاب فانا ممكن اكون عديت بيها. فممكن تدخل تكلمني على الواتساب اللي موجود تحت في الديسكريبشن والانستجرام. ابعت لي رسالة وهبعت لك كل تفاصيل الاستشارة ونحدد ميعاد وندخل مع بعض بإذن الله. وبس كده ان شاء الله اكون استفدت اي شيء من الفيديو. بس كده يا وحش، سلام.